السلام عليكم، انا منال حسين ودي قناتي. النهارده هنعمل مع بعض الكوكيز اللي انتوا شايفينه ده. احلى كوكيز ممكن تاكلوه. انا عاملاه بالتفاح، ما اقولكوش على طعمه، بيدوب في البق وحلو قوي بقى في الصبحيه كده مع كوبايه شاي بلبن مظبوطه. اتمنى بس ان انتوا تجربوه، ان شاء الله هيعجبكم. شوف معانا المقادير. معانا ثمرتين تفاح، هقشر التفاح طبعا وهقطعه على 4 زي ما انتوا شايفين كده، كل تفاح على 4، وهبشرهم في المبشرة. وعلى النار بقى هجيب طاسة، هنزل بمعلقة زبدة، هنزل بالتفاح، معلقتين كبار سكر، نص معلقة صغيرة قرفة. هبتدي اقلب بقى ده كله حلو قوي كده لمدة بس دقيقتين او 3 دقايق، مش اكتر من كده. هنزل بيهم بقى في الطبق. اسيبهم بقى يبردوا ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هجيب بولة، هنزل ببيضة، معلقة صغيرة فانيليا، 50 جرام سكر، 3 معالق كبار سكر. هقلبهم بقى حلو قوي. و50 جرام زبدة، ربع كوباية زبدة سايحة، سيحتها على النار. هضيفها مع السكر والبيض وهديها تقليبة كده. هضيف معلقتين حليب، اقلبهم مع بعض بردك عشان تمتزج كل المكونات مع بعض. هبتدي اضيف الدقيق، 230 جرام دقيق، 230 جرام، ما يعادل كوبايتين الا ربع بالاكواب المعياريه دقيق، كوبايتين الا ربع. رشه ملح طبعا، نص معلقه بيكنج باودر. هبتدي اقلبهم حلو قوي. في المرحله بقى دي خلاص هستكفي كده، مش هينفع اشتغل بالمضرب السلك، بايديا بقى بصوابعي كده، بطراطيف صوابعي هلم العجينه. انا بصراحه في الاخر لقيتها ناشفه شويه فضفت كمان معلقتين لبن. شايفين العجينه مظبوطه يعني، ولا ناشفه قوي ولا طريه قوي. هو ده القوام المظبوط بتاعها. على مفرش بقى سيليكون هبتدي افردها واقسمها نصين، نصين كده بالتساوي. هاخد اول واحده بقى هكورها، وهبتدي افردها بقى معايا دايره. انا عايزه الدايره يا جماعه ما تكونش ولا دايره متوسطه، وما تكونش رفيعه قوي، السمك بتاعها رفيع قوي ولا تخينه. وبالمردانه بقى او النشابه هبتدي افرد فيها واظبطها بايديا كده. زي ما انتوا شايفين كده الدايره ولا رقيقه قوي ولا تخينه قوي. هقسمها على 4، والاربعه هقسمهم على 8. وبالرولة برضه كده هعمل ايه 3 شقوق في كل مثلثة، 3 شقوق زي ما انتوا شايفين كده. الشق ما بيوصلش للاخر، يا دوبك في النص بس. بالمعلقة بقى كده احط التفاح على كل مثلثة، على حرف المثلثة كده احط التفاح. على قاعدة المثلث من تحت معلقة تفاح صغيرة كده. اخلص كل بس الكمية. هبتدي بقى الف واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين كده معايا. هلفها واتنيها تانية من تحت كده، واخلي راس المثلث من تحت.
هتدي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. اديها لفة كده على الجنب، الف 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 الفها واديها تانية كده زي ما انتوا شايفين شكلها ازاي. اخلص بقى الكمية، وفي الصينية بقى انا دهنة الصينية بالزيت عشان بس ما يلزقش معايا الكوكيز. هرصصهم بقى، هدخلهم بقى يا جماعة في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 180، بتقعد من 25 ل30 دقيقة، او اخر 10 دقايق ولعت الشواية شوية بس عشان الوش يحمر. ودلوقتي ما طلعوا من الفرن شايفين شكلهم ازاي. انا سبتهم يبردوا شوية طبعا. هبتدي ارش بقى من فوق الوش سكر، هنسم كده حبة سكر من فوق، وهحطهم بقى في طبق التقديم. اتمنى بس يا جماعه ان انتوا تجربوه، ما اقولكوش على طعمه، بيدوب في البق. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.